إهدى إلى أميرة المذيعات لارا نبهان. تحياتي وكل قبلاتي إلى لارا أميرة المذيعات، فحبي لها يفوق الوصف والإحساس في الماضي والحاضر وفي الآتي. تحياتي وكل قبلاتي إلى لارا أميرة المذيعات، فحبي لها يفوق الوصف والإحساس في الماضي والحاضر وفي الآتي. فليس جنون أن تعشق مذيعة راقية الإحساس، محبوبة لكل الناس، مسكونة بحب لبنان، منسوبة لبني نبهان. حضورها يطفئ النيران. ليس جنون أن تعشق مذيعة راقية الإحساس، محبوبة لكل الناس، مسكونة بحب لبنان، منسوبة لبني نبهان. لنا في حبها حصة، 1000 شعور و1000 قصة، فنحن دائما نبقى نحملق فيها، نتأمل حين تحكي وحين تسأل، نعمل لحكيها مقاطع، نرصد خطوها الرائع بدون ملل، نتابعها في تويتر وإنستجرام، نستعرض أخبار مضى عليها أعوام، لأن القصد ليس الوضع والأخبار، لكنه غرامنا الزائد بالصوت وبالصورة. حين تصف مذيعتنا نراقبها لنحفظ كل شيء فيها، ابتسامات وإطلالات، نحول حكيها آهات، نعمل لحكيها مقاطع، نرصد خطوها الرائع بدون ملل، نتابعها في تويتر وإنستجرام، نستعرض أخبار مضى عليها أعوام، لأن القصد ليس الوضع والأخبار، لكنه غرامنا الزائد بالصوت وبالصورة. حين تصف مذيعتنا نراقبها لنحفظ كل شيء فيها، ابتسامات وإطلالات، نحول حكيها آهات، لنتعذب بلقياها على الشاشات، وننسى نساء نعرفها، وننسى البرامج والشات، لأن لارا تكفينا عن التجوال والمساجات، نسلسل ظهورها حلقات. هي لارا، بدونها لا قيمة لحدث اليوم ولا للشهر ولا لليوم، بها نحيا على أمل ونصحو وقت نوم القوم، وكم من ليال نسهرها لنشهد مرة أخرى إعادتها لحدث اليوم. وقد يبدو لمن لا يعرف اللارا بأن نبالغ في محبتها، وأن حبنا الأعمى لها قد يستحق اللوم. هي فعلا متعتنا، ولا تكفي رؤيتها مجرد ساعتان في اليوم، لهذا دائما نبقى على استعداد نرقبها طوال الوقت، فعذرا ذا الهوس يا قوم.